مساء الفل. في الفيديو ده انا هشير معاكي اهم كتب في البيزنس من وجهة نظري انا قريتها وارشحها ليك، وكمان ان شاء الله هحاول اسيب الكتب دي كلها في اول كومنت او المتاح منها عشان تعرف تقراها. انا الحقيقه كنت بقالي فتره كبيره جدا عندي مشكله مع القرايه، ان انا ما بلاقيش الوقت، وفي نفس الوقت ما ببقى نفسي اقرا كتب كتير، لان انا عارف انه قد ايه الكتب دي مهمه وقد ايه فعلا بتغير كارير الواحد تماما وعقله وتفكيره. في اخر فيديو كمان هقول لك في الكومنت على اسم ابلكيشن كويس جدا انا استخدمته في التلخيص، وفي طبعا كتير جدا يوتيوب شانل. هاويفر لو مش لاقي وقت تقرا الكتب استخدم ابلكيشن ده او اي فيديو على اليوتيوب او اي حاجه من الناس اللي انت بتحب تقرا لهم ملخصات، لان الكتب دي الحقيقه لطيفه جدا جدا جدا. اول كتاب هتكلم عنه هو الكتاب اللي انا عامل عنه سلسله، هو The 22 Immutable Laws of Marketing. ان شاء الله هكملها كلها خلال الاسبوعين اللي جايين دول. ده واحد من الكتب اللطيفه جدا لآل ريس وجاك تراوت، هما بيتكلموا على 22 قانون للماركتنج، وهيفيدك حتى لو انت شغال في مجال السيلز او مجال البيزنس، لانه كلنا في الاول وفي الاخر شغالين في مجال بنبيع حاجه eventually. حتى الدكتور نفسه بيبيع علاج او بيبيع طب او بيبيع علم، فالماركتنج دي حاجه مهمه جدا هتفيدك في اي مجال انت كنت شغال فيه، والكتاب ده الحقيقه من الكتب الجميله جدا جدا. تاني كتاب لو انت انتربرنور او عندك بيزنس بتعمله خاص، او انت شغال في مجال البيزنس البيور بقى اللي هو فيه سيلز وماركتنج ومش عارف برزنتيشن سيلز ريفيو والحاجات دي، وبتحاول تبيلد اب ستوري او تبيلد اب برودكت في الشركه عندك، او تبيلد اب شركه ذات نفسها. كتاب إريك ريس ذا لين ستارت اب، ده كتاب هيفيدك لو انت فاتح مخبز او لو فاتح اكبر شركه او مالتي بليون كومباني. فالكتاب ده برضو من الكتب اللطيفة جدا جدا اللي لو قريته هتستفيد بيه. الكتاب اللي بعد كده هو The One Page Marketing Plan. ده احلى كتاب في الماركتنج انا قريته في حياتي. انا قريت كتب كتير جدا في الماركتنج، وحاليا انا بكمل الام بي اي بتاعتي، والكتاب ده الحقيقه مفيد جدا حتى اكتر ممكن من بعض الشابترز اللي موجوده في الام بي اي، لان الكتاب ده بيكلمك انه اي حد بيجي يشتغل بيعمل ماركتنج بلان كبيره جدا 900 الف سلايد وبعدين يحطها في الدرج، ما بيشوفهاش غير هو بيقفل شركته. الكتاب ده بيقول لك ازاي تعمل في صفحه واحده ماركتنج بلان كامله ترجع لها كل شويه وتنهانست، وفي كل خطوه في الماركتنج بلان بيديك امثله ازاي تعملها. في الكتاب ده جميل جدا جدا لو انت شغال في مجال الماركتنج او مجال السيلز. تالت كتاب هو كتاب اتوميك هابتس لجيمس كلير، وطبعا ده من اشهر الكتب، اكيد ناس كتير جدا عارفاه. هو الكتاب ده مش بس بيزنس، لكن هو بيتكلم عن حاجات كتير جدا في الحياه في الهابتس. هو كمان هيفيد جدا في البيزنس، انه تغيير 1% يوميا ممكن يؤدي الى بيج ريزلت، والجبال بدات من الحصوات والكلام الجميل ده. الكتاب ده التايم مانجمنت لطيف جدا جدا لو انت شغال في مجال البيزنس وعندك مشكله في التايم مانجمنت او مجال الكوربوريت. الكتاب اللي جاي ده الحقيقه هو واحد من اهم الكتب اللي ممكن تقراه لو انت عندك مشكله في الكوربوريت فاينانس، في فكره البي ان ال الابيتا والابت والحاجات الجميله دي، وازاي تحسب بروفيت اور لوس في الانكم شيت. البي ان ال كلها اصلا بتحسب ازاي، الترمينولوجيز نفسها في الفاينانس لو انت عندك مشكله فيها. كتاب فاينانس فور نون فاينانشال مانجرز ده واحد من اجمل الكتب اللي هتطلع منه، مش كبير زي ما انتم شايفين، كتاب صغير، وده هتطلع منه على طول ان شاء الله باذن الله كل الكوربوريت فاينانس ده عندك وفي جيبك. الكتاب اللي بعد كده هو كتاب لطيف جدا لو انت حتى بعيدا عن البيزنس عايز تقراه، هو فيري جود ستوري ومكتوب بطريقه جميله جدا، بتاع ريتش داد بور داد. والكتاب ده الحقيقه بيتكلم على ازاي الابهات بيفكروا في الانكم بتاعهم والسيفنج، وبيدي مثال حتى على والده وكده وباباه وبتاع، وانه في الاول وفي الاخر ان الناس تفكير الناس الاغنياء مختلف عن تفكير الناس الفقراء، ازاي تبقى غني وازاي تبقى فقير، السيفنج بتاعتك تبقى شكلها عامله ازاي، لو عايز تعمل انفستمنت ايه هو برضو بعض النصايح بيقولها لك. الكتاب ده الحقيقه لطيف جدا لو انت قريته تستفيد بيه. اخر كتاب خالص في الفيديو هو برودكت مانجر فور داميز. الكتاب ده لطيف لو انت على باب الله خالص الماركتنج، او لسه ماسك رول جديد وعايز تاخد بقى ايه من الاول كده، بسم الله الرحمن الرحيم، اصلا الحاجات دي بنبدا بيها ازاي. هو كتاب لطيف جدا، مش بروفيشنال قوي، مش ادفانسد، هو يعني فور داميز من اسمه باين، ولكن الكتاب لطيف. يعني لو انت ماسك ماركتنج رول مثلا بقالك 6 شهور او 3 شهور وعايز تاندرستاند بعض الثيرابي ارياز، لطيف جدا. الكتاب ده مفيد جدا للناس اللي شغاله في مجال الدعايه الطبيه بالاخص، لان هو بيتكلم على البرودكت مانجمنت بيور، او الناس اللي شغاله في مجال الريتيل اللي بتبيع برودكت معين. الكتاب ده هيبقى كويس جدا ليها. لو في كتب معينه قريتوها بترشحوها للناس اكتبوها في الكومنتس، ولو حابين اكمل لكم بقيه الكتب اللي كنت قريتها ان شاء الله اكتبوا لي في الكومنتس، اعمل بارت 2 على بقيه الكتب.